كان يا مكان في قديم الزمان في واحد الدوار بين الجبال والوديان. كان دوار صغير ساكنين فيه ناس بسطاء كيعيشوا بالفلاحة والري وحامدين الله وشاكرينه على القليل والكتير. وفي هذا الدوار كان واحد الراجل كبير سميتو المعطي، معروف عليه الحكمة ديالو، وعنده واحد البنت سميتها لالا زهور. كانت زوينة وعاقلة وطيبة. لالا زهور كانت كل صباح كتمشي للعين كتسقي الماء وكتعاون باها في الدار وفي الخدمة، وكاع الناس اللي في الدوار كيبغيوها، وكانوا الخطابة كيجيوها من بلاد بعيدة. ولكن المعطي كان كيقول بنتي ما نعطيها إلا للراجل اللي يكون قد المسؤولية وصاحب نية صافية. واحد النهار جا الدوار واحد الشاب غريب سميتو أحمد. كان لابس لباس بسيط وراكب على حمار ضعيف، ولكن في وجهه كتبان الهبة والوقار. وهو يقصد المعطي قال ليه خدمني عندك، المقابل ديالي غير الأكل والمبيت. وهو يشوف فيه المعطي وقبل. وبدا أحمد الخدمة في الحقل. كان كيخدم من الفجر حتى الليل بلا ما يتشكى بلا كسل، ومازال كان كيعاون الناس الكبار، تيهز عليهم الثقل، تيعاون اللي محتاج. ولالا زهور كانت كتشوف هادشي كامل وكتشوف الاخلاق ديالو، وبدات كتحترمه وكتبغيه. وفي الدوار كان واحد الراجل غني ولكن طماع سميتو مبروك. كان كيبغي كل شي ليه، عنده الأراضي وعنده الكسيبة، وكان مازال باغي ياخد لالا زهور غير باش يزيد في الجاه ديالو. ولكن من شاف أحمد ولقى الناس بداو تيتوالفوا عليه وكيبغيوه، دخل القلب ديالو الحزن والغيرة. وهو يمشي عند المعطي وقال ليه واش غادي تعطي بنتك لهذا الخدام؟ انا عندي الجاه وعندي المال وما بغيتينيش. وهو يجاوبو المعطي قال لي اسمع نقول ليك، المال كيتبدل ولكن الاصل ما كيتبدلش. وهو يتزاد في الغضب ديالو وقرر انه ينتقم من احمد واخا ما دار ليه والو. واحد الليله جا واحد السره ودار فيها الذهب وعطاها لواحد من الخدامه ديالو باش يخبيها في بيت احمد بلا ما تبان. ومنين جا الصباح بدا كيغوت شفروني شفروني حتى تجمعوا عليه الناس، وبداو تيقلبوا معاه ومشاو قالوها للقاضي. والقاضي هو يقول لي فيه من شك، قال لي انا شك في احمد هو اللي غيكون خوني، حيتاش هو اللي يلاه جا دابا ما تنعرفوش الاصل ديالو. ومين مشاو قلبوا في البيت ديال احمد وهما يلقاو السره. احمد بقى غير ساكت وهو يقول الله غيبين الحق. المعطي بقى كيشوف فيه ما فهمش وما تيقش باللي احمد يقدر يدير هذاك التصرف. وهو يقول ليه شوف ولدي، راه الا كنتي بريء بلا ما تخاف راه الحق غادي يبان. ولكن لالا زهور كانت متاكده ان احمد ما يديرهاش وماشي من الاخلاق ديالو، ولكن ما كانش عندها دليل. في ديك الليله قررت انها تراقب الدار ديال مبروك. بقات حاضيه وهما يخرجوا دوك الجوج ديال الخدامه ديال مبروك. وواحد قال لاخر انا عطاني الفلوس باش نحط ديك السره في البيت ديال احمد. وهي تمشي عند الاب ديالها وحكات ليه داكشي كلشي اللي سمعات. مشى الاب ديالها جمع الرجال ديال الدوار وهو يقصد القاضي وهو يقول ليه داكشي كلشي. وهو القاضي يعطي الامر ديالو باش يجيبوا دوك الزوج ديال الخدامه. ومين جابوهم وهما يعترفوا قالوا ليهم راه مبروك هو اللي عطانا السره باش نخبيوها في البيت ديال احمد. وهو القاضي يأمر بالسجن ديال الخدامه بجوج ويجيبوا حتى مبروك حتى هو يسجنوه معاهم. مبروك من جاو هزوه حشم وما بقاش قادر يهز عينيه في الناس ديال الدوار ديك الفعله اللي دار. وهو يقول ليه المعطي شتي اللي يبني حياته على الظلم تيطيح عليه. من بعد جمع المعطي الناس الدوار وقال لهم ان احمد اثبت على الاخلاق ديالو والصبر ديالو، وانا راضي عليه انه يكون الزوج ديال البنت ديالي. شكروا احمد على الثقه اللي دار فيه، وهو يفاجئهم بانه حتى هو عنده واحد السر
وخاصو يقولوا لهم بأنه هو ماشي إنسان فقير وما عندوش، وإنما هو ولد واحد التاجر معروف من مدينة بعيدة، خرج يجرب الدنيا ويشوف القدرة ديالو على التحمل، ويشوف التعامل ديال الناس معاه من غير ما يعرفوا شكون هو فعلا، وباش يلقى بنت الأصل اللي يكمل معاها حياته. فمن بعد داروا عرس كبير وفرحوا الناس كاملين بهذا العرس. أما مبروك فبقى مدة طويلة في السجن، ومشات ليه التجارة ديالو وتعلم أن الكبر والطمع ما كيدومش. وهنا قصتنا سالات ونتمنى أنها تعجبكم.